المجلس العاشر: حسن الظن بالله جل جلاله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فإحسان الظن بالله من أجل أعمال القلوب وأعظمها، حيث إن هذه العبادة القلبية أخذت عظمتها من عظمة منشئها، فهي تنشأ في قلب المؤمن من العلم بالله جل وعلا وأسمائه وصفاته وأفعاله. فكلما ازداد المؤمن من هذا العلم كلما ازداد حسن ظنه بربه جل وعلا، وكلما قل حظه من هذا العلم كلما ضعف حسن ظنه بربه، حتى يصل إلى القنوط من رحمة الله واليأس من روحه جل وعلا، بل قد يصل عياذا بالله إلى سوء الظن بالله. يقول ابن القيم رحمه الله عن قوله تعالى: ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء. وإنما كان هذا ظن السوء وظن الجاهلية المنسوب إلى أهل الجهل، وظن غير الحق لأنه ظن غير ما يليق بأسمائه الحسنى وصفاته العليا وذاته المبرأة من كل عيب وسوء، خلاف ما يليق بحكمته وحمده وتفرده بالربوبية والإلهية، إلى أن قال رحمه الله: وأكثر الناس يظنون بالله غير الحق ظن السوء فيما يختص بهم وفيما يفعلوا بغيرهم، ولا يسلم من ذلك إلا من عرف الله وأسماءه وصفاته وموجب حمده وحكمته، فمن قنط من رحمته وأيس من روحه فقد ظن به ظن السوء. وقال ابن مسعود رضي الله عنه قال: أكبر الكبائر الإشراك بالله، والأمن من مكر الله، والقنوط من رحمة الله، واليأس من روح الله. وقال العز بن عبد السلام رحمه الله: اليأس من رحمة الله هو استصغار لسعة رحمته عز وجل ومغفرته، وذلك ذنب عظيم وتضييق لفضاء رحمته. فالقنوط من رحمة الله من صفات الضالين. قال تعالى: قال: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. واليأس من روح الله من صفات القوم الكافرين. قال تعالى: ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. وسوء الظن بالله من صفات المنافقين والمشركين. قال تعالى: ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء. والمؤمن براء من هذا كله، بل هو محسن الظن بالله مهما اشتدت الكروب وطال البلاء. كيف لا يحسن الظن وربه جل وعلا يذكره في كل يوم أكثر من 17 مرة أنه الرحمن الرحيم، حيث يقرأ سورة الفاتحة في كل ركعة من الصلوات المفروضة والنافلة. كلما أراد اليأس أن يدخل قلبه أو يتملكه القنوط قرأ هذه الآية، فانجلت عن قلبه تلك الأوهام وتلك الغيوم. كيف لا يحسن المؤمن الظن بربه جل وعلا وهو يعلم أن رحمة الله وسعت كل شيء وأنها سبقت غضبه؟ قال تعالى: ورحمتي وسعت كل شيء. ويعلم كذلك أنه جل وعلا كتب ربكم على نفسه الرحمة. ويعلم أيضا بقوله صلى الله عليه وسلم: لما قضى الله الخلق كتب كتابا فهو موضوع عنده فوق العرش،
إن رحمتي سبقت غضبي. كيف لا يحسن المؤمن الظن بربه جل وعلا وهو يعلم أن علم الله وسع كل شيء؟ قال تعالى: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. لا يغيب عنه جل وعلا مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، فهو جل شأنه يعلم بصدق توبة التائبين فيقبلها، فأولئك يتوب الله عليهم، وكان الله عليما حكيما. ويعلم بكروب المضطرين فيكشفها، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. ويعلم بدعوات المحتاجين فيجيبها. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. ويعلم بدعوات المظلومين فينصرها، ففي الحديث القدسي: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. كيف لا يحسن المؤمن الظن بربه وهو يعلم أن الله جل وعلا مشيئته نافذة وقدرته غالبة، وأنه لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، وأنه جل وعلا إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. كما أن البلاء يقع لحظة فإن زواله بقدرة الله في لحظة. كيف لا يحسن المؤمن الظن بربه وهو يعلم بالحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي. فالله جل وعلا لك أيها العبد كما أنت لله، فأبشر بخير وكن مع الله يكن الله معك. والمؤمن يعلم من معاني أسماء الله وصفاته وأفعاله أضعاف ما ذكرت مما يقوي حسن ظني بربه. وما ذكرت إنما هو غيض من فيض وقبس من نور وقطرة من بحار معاني أسماء الله وصفاته وأفعاله. وحسن الظن بالله جل وعلا له ثمرات عظيمة، منها: أولا إجابة الدعوات وكشف الكربات وإقالة العثرات وقبول التوبات والإثابة على الحسنات. ثانيا قوة التوكل على الله والعزيمة والإقدام والفأل والأمل الحسن. ثالثا الثبات والطمأنينة والسكينة والرضا والسعادة في قلب المؤمن. رابعا تنفي عن القلب القنوط من رحمة الله واليأس من روحه وسوء الظن به جل شأنه. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.